يا ترى إيه معنى كلمة البينة وكلمة منفكين في سورة البينة؟ مع تفسير معاني سورة البينة. سورة البينة من السور المكية، ترتيبها في المصحف 98 وعدد آياتها 8 آيات. يقول الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. وهنا جمع الله بين فريقين: أهل الكتاب من اليهود والنصارى، وبين المشركين في أنهم كفروا. منفكين أي تاركين ما هم عليه من الكفر والضلال، حتى تأتيهم البينة أي حتى تأتيهم العلامة التي كانوا ينتظرونها في كتبهم السابقة. رسول من الله يتلو صحفا مطهرة. والبينة أو العلامة وهي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو يقرأ عليهم صحفا منزلة من السماء، مطهرة ومنزهة عن كل عيب أو خطأ، ومحفوظة من الشياطين. فيها كتب قيمة. وفي هذه الصحف المطهرة كتابات لها قيمة عالية، وفيها أخبار صادقة، فكتب هنا معناها كتابات أو مواضيع. وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة، أي أن الذين أوتوا الكتاب وهم اليهود والنصارى اختلفوا فيما كانوا متفقين عليه، وذلك من أن هناك نبي خاتم يأتي إليهم وهو مذكور في كتبهم. فعندما تأكدوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم هو النبي الخاتم المذكور في كتبهم اختلفوا، فمنهم من آمن ومنهم من أعرض حسدا وكفرا. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وربنا سبحانه وتعالى ما أمرهمش بشيء صعب، كل اللي أمرهم به إنهم يعبدوا الله ويخلصوا له، حنفاء أي مائلين إلى الإيمان والحق، وأن يقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، وذلك دين القيمة أي هو الدين المستقيم. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية، أي أن الكافرين من أهل الكتاب والمشركين هم شر الخلق. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية، والذين آمنوا وعملوا الصالحات هم خير الخلق. جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. فالله يجزي هؤلاء المؤمنين بجنات إقامة واستقرار خالدين فيها أبدا، فالله رضي عنهم وهم رضوا عن الله لرضاه عنه. هذا والله أعلى وأعلم. دمتم في أمان الله، صلوا على رسول الله. السلام عليكم.